الإنتاج الحربي في مصر الآن بدأ، أو نقدر نقول بدأ طريق عظيم لإنجاز سيفتخر به كل مصري. احنا كانت السياسة العامة في مصر كان هنالك مبدأ بيقول من الإبرة إلى الصاروخ. صحيح المبدأ براق جميل جدا لما حد يسمعه، إنما مبدأ يكاد يكون مستحيل، لأنك أنت لما تمسك جميع دول العالم بتجد هنالك تكامل بين الدول وبعضها البعض. فاحنا بدأنا نطور في مفهوم تطوير الإنتاج الحربي إلى حاجات رئيسية. أولا إن احنا نصنع في مصر كل ما يمثل بالنسبة للقوات المسلحة المصرية أمر هام، هو مسألة حياة أو موت في الأزمات وفي المشاكل. فقلنا إيه؟ الذخيرة. لابد أن تعتمد مصر على الصناعة القومية بتاعتها في إنتاج جميع أنواع الذخيرة. أنا بأؤكد لسيادتك نحن الآن بنصنع كل ما نحتاجه من الذخائر، ما عدا بعض الأنواع اللي إحنا ماشيين أيضا في سبيل إحنا نصنعها، زي الصواريخ الموجهة وخلافه، وإن شاء الله هننجح فيها. بدأنا ننتج أنواع من التسليح الرئيسية اللي برضو قد تشكل بالنسبة لنا في المستقبل يعني عامل مؤثر على الأمن القومي، لأن أنا مؤمن أن الدولة التي تستورد السلاح لابد أن تتأثر بصورة أو بأخرى بالدولة التي تصدر لها السلاح. إذن لو وصلنا إلى الاعتماد على النفس في عناصر رئيسية من التسليح، هيكون القرار المصري قرار حر لا يتأثر بأي دولة أخرى. فبدأنا نمشي في هذا الاتجاه.